الفيديو ده لمطورين الالعاب اللي عايزين يدخلوا في مجال تطوير برامج الديسكتوب. حتى لو انت مش مطور العاب بس عايز تدخل في المجال ده، الفيديو ده هيفيدك. اولا، اللي انت محتاجه عشان تعمل برامج بلغة سي شارب هو برنامج فيجوال ستوديو مع ورك لود اسمها دوت نت ديسكتوب ديفلوبمنت. الورك لود دي بتسطبها وانت بتسطب البرنامج، بس لو انت البرنامج بالفعل عندك وعايز تسطب الورك لود دي، هتفتح فيجوال ستوديو انستولر وهتروح على نسخة البرنامج عندك وتدوس موديفاي، وهتدور على دوت نت ديسكتوب ديفلوبمنت وتختارها وتدوس انستول. كده انت لما تفتح فيجوال ستوديو وتدوس على كرييت ا نيو بروجكت هتلاقي المشاريع زي كونسول اب وويندوز فورمز اب عندك. بس لو انت مش عايز تعمل برامج بسي شارب، ممكن تعمل برامج ببايثون باستخدام تيكي انتر وكيو تي ديزاينر، بس انا قررت اعمل برامج بسي شارب عشان دي اللغة اللي انا عارفها اكتر. الطريقة اللي انا اتعلمت بيها تطوير برامج الديسكتوب كمطور العاب طريقة اسمها ترايل اند ايرور. الطريقة دي هي انك بتجرب شيء بكذا طريقة لحد ما ينجح او لحد ما تفقد الامل وتوقف. فانا قررت استخدم كوبايلوت عشان يساعدني في العملية دي. ببساطة كانت عندي فكرة في بالي، هي اني اعمل برنامج بيخلي المستخدم يعمل مجموعات من الروابط ويفتحهم كلهم مع بعض اختصارا للوقت يعني. بس لو انت ما عندكش فكرة، ممكن تحاول تشوف اي برنامج بسيط تعرفه وتقلده، ومفيش مشكلة انك تعمل كده عشان تتعلم. وتبدأ تتكلم مع كوبايلوت او اي ذكاء اصطناعي انت اخترته وتسأله ازاي تطبق الفكرة بالشكل اللي في بالك، فهو هيبدأ يقولك كل حاجة تعملها بنظام وترتيب. وبعد ما عملت كده طلعت النتيجة هي برنامج كويك يو ار ال. البرنامج ده فيه بريسيتس، وكل بريسيت تقدر تحط فيها URL، سواء كانت روابط او مسارات لاي ملف عندك في الكمبيوتر، ايا كان ملف تكست، ملف PDF او EXE، اي ملف بيشغله عادي. وتقدر تخلي البريسيت تفتح في ستارت اب، يعني اول ما الكمبيوتر يفتح، وتقدر برضو تخلي البرنامج يفتح في ستارت اب. لينك تحميل البرنامج هتلاقوه في الوصف. بس اهم حاجة بعد ما تخلص البرنامج ما تتحمسش وتنزله وتبعته للكل، لا، لازم تهدى وتبعته لكام واحد الاول عشان يجربوه عندهم، حتى لو البرنامج شغال عندك كويس. وانت محتاج تعمل كده عشان ممكن يظهر مشاكل عندهم مش بتطلع عندك. وبالفعل حصل مشكلتين في البرنامج بتاعي بيحصلوا عند الكل ومش بيحصلوا عندي خالص. اول مشكله ان برامج الانتي فيروس بتفتكر ان البرنامج فيروس وبتدي اشعار تحذير منه. والمشكله التانية هي ان البريسيتس اللي في ستارت اب ما بتفتحش. المشكله الابسط في حلها هي كانت المشكله التانية. الفكره اني كنت عامل كونسول اب متفرع من البرنامج الاساسي بيشتغل في ستارت اب، بيشوف البريسيتس اللي محطوطه كستارت اب بريسيت وبيفتحهم. المشكله ان الكونسول بيفتح بس من غير ما يفتح حاجه وبيقفل تاني. وحل المشكلة هي ان الكونسول كان بيستخدم دوت نت 9، وبما ان الكمبيوتر بتاعي كان فيه دوت نت 9 فبيشتغل طبيعي عندي، انما اللي بعت لهم البرنامج ما كانش عندهم دوت نت 9، واول ما سطبوها عندهم البرنامج اشتغل بشكل طبيعي. المشكلة الاولى هي ان الويندوز بيفتكر البرنامج فيروس، والمشكلة دي سببها ان ما كانش في البرنامج ديجيتال سيجنيتشر، ودي بتثبت مين مطور البرنامج او ايه هو مصدر البرنامج ده. المفروض الديجيتال سيجنيتشر ده بتشتريه. المشكلة دي ليها كذا حل، وأول حل زي ما قلت إنك تشتري ديجيتال سيجنيتشر. حل تاني إنك تعمل ديجيتال سيجنيتشر بنفسك باستخدام ويندوز SDK، بس الحل ده مش أحسن حل عشان أنت برضو بتخلي الويندوز يتعامل مع ديجيتال سيجنيتشر مجهول. بس طول ما الويندوز بيشوف البرنامج بيشتغل بدون مشاكل عند كذا مستخدم، يعني مثلا من 500 ل 1000 مستخدم، بيعتبر البرنامج ده آمن. وحل تاني انك تخلي المستخدمين يحطوا البرنامج في exclusions عشان يخلي الويندوز يبطل يعمله سكان تاني. عموما مجال تطوير برامج الديسكتوب حلو حتى لو كان مجال جانبي جنب مجالك الأساسي، سواء كان تطوير ألعاب أو أي مجال تاني. وبس كده، إن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.